بعض المناوشات في الرباط وفي الدار البيضاء هنا وهناك. الملفت في التحركات الشبابية هو التضامن الذي أبداه المغاربة مع بعضهم، كما أن التحركات تجري في بلد بدأ مسيرته نحو الديمقراطية بكل ما تعنيه، وعلى رأس معانيها حرية التعبير والتظاهر. المهم الآن هو حسن إدارة ملف التحركات والبحث المشترك عن حل يرضي أهالي الحسيمة ولا يتجاوز إمكانيات الدولة، كل ذلك عبر الحوار وفي إطار المحافظة على المكتسبات التي حققها المغرب إلى حد الساعة. فهل يتمكن جميع المواطنين وكذلك المسؤولين من كسب رهان هذه التحديات؟ هذا السؤال وغيره سيكون محور هذا الجزء. البداية مع التقرير للزميل نبيل عبد الله. وقفات ومسيرات في عدد من مدن المغرب تضامنا مع معتقل حراك الريف قابلتها قوات الأمن بتدخل وصفه المتابعون بالعنيف. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة أنه تم توقيف 40 شخصا ووضعهم تحت الحراسة النظرية للبحث معهم فيما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تدخل تحت طائلة القانون الجنائي، مع متابعة 25 شخصا من بين الموقوفين. وبالرغم من التزام الحكومة المغربية وتقديمها ضمانات بالاستجابة لجل المطالب المشروعة لسكان الحسيمة، استمر الاحتجاج خاصة عقب أحداث الجمعة، حيث انطلقت أولى شرارة المواجهات بين المحتجين وقوات حفظ الأمن. ويبدو واضحا أن الأحزاب السياسية المغربية خاصة المشاركة في الحكومة قد اتخذت لنفسها مكانا قصيا بخصوص الحراك الاجتماعي الذي تشهده منطقة الريف، مفضلة الصمت المطبق على امتداد شهور عديدة، وهي المطالبة بتأطير المواطنين وتوجيههم وإيصال بلواهم وشكواهم لدوائر القرار. مراقبون يرون أن الحراك الريفي مهما وقعت فيه من تسربات وأخطاء لم يخرج بشكل عام عن نطاق السلمية والاجتماعية، وهذا لا يدين الحراك بقدر ما يدين هذه الأحزاب التي توارت عن أنظار المواطنين وتراجعت إلى الخلف وتخلت عن دورها في التأطير والتوجيه والتوعية، واكتفت بتقوقعها على نفسها وانكفائها على ذاتها في نواديها السياسية المغلقة ودكاكينها الانتخابية، يقول آخرون، لتبقى موصدة سنوات عديدة دون أن تفتحها للتواصل مع المواطنين إلا لحاجة انتخابية استغلالية محضة قبل أن تغلقها من جديد. موقف الأحزاب السياسية المغربية يعاكس تماما خطاب 30 يوليوز عام 2000، وذلك حينما دعا العاهل المغربي إلى وجوب إيلاء العناية القصوى للقضايا اليومية المعيشية للمواطنين وتربيتهم وتأطيرهم والتخلي عن التنابز بالألقاب. للوقوف عند هذا الموضوع معي من تونس من الرباط أحمد عصيد الكاتب والناشط السياسي، والأستاذ صلاح الوديع رئيس حركة ضمير من الرباط، كليهما مرحبا بضيفي. أستاذ أحمد عصيد، أبدأ معك هذا النقاش فيما يتعلق إذن بما قراءتك أنت لهذه التحركات. هي تحركات طويلة الأمد أكثر من 7 أشهر ربما إلى حد الآن، والحكومة هناك صعوبة في التعامل يبدو إلى حد الآن. ليس هناك شيء واضح، هناك فقط تأكيد بعد الزيارة الوزارية الأخيرة للحكومة، تأكيد على المضي في برنامج الملك اللي هو الذي انطلق في 2015. ألا يكفي هذا في الالتزام بمواصلة هذا البرنامج؟ ألا يكفي استجابة؟ ألا يعتبر استجابة لمطالب الحسيمة؟ أم أن هناك مطالب أخرى تتجاوز هذا المشروع، مشروع 2015؟ في الواقع ما حدث هو نوع من الانحراف الذي أدى إلى انزلاقات وأدى إلى تزايد توتر الأوضاع. ما حدث هو أن هناك عدة أطراف داخل الدولة، كل واحدة تحاول أن تعالج الموضوع بأسلوبها، وهذا أدى إلى تعارضات وتناقضات وارتباك في سلوك السلطة نفسها. ففي الوقت الذي اتجه فيه وفد وزاري إلى الشمال لاقتراح أجندة عمل وبميزانيات معلنة، وهذا الوفد اتجه بتعليمات ملكية لتسوية الوضع، في نفس الوقت يعني وزارة الأوقاف تسرب يعني
خطبة جمعة ضد الحراك وبطريقة يعني خاطئة، مما أدى إلى تأجيج الوضع وإلى اعتقالات وتصادمات. إذا عندما تعتمد الدولة أسلوبا معينا ينبغي أن تسير فيه حتى النهاية، وأن يكون منسجما، وليس أن تقوم بعدة مقاربات متناقضة في نفس الوقت. هذا من جهة. من جهة أخرى ينبغي التنبيه إلى أن حراك الحسيمة الذي استمر عدة شهور هو انطلق أساسا من شرارة كانت بمثابة قطرة فقط أفاضت الكأس، لأن الحسيمة والريف عموما يشعر فيه السكان منذ عقود طويلة بنوع من التهميش وبسياسة انتقامية يعني سنتها الدولة في عهد الحسن الثاني ضد هذه المنطقة. طيب. وأصبح هناك شعور عام بعدم الاندماج في الدولة. وهذا الشعور هو الذي كان ينتظر فقط واقعة مأساوية مثل موت يعني الشاب محسن فكري لكي تندلع. الآن طيب. المطلوب في مقاربة هذا الموضوع هو مقاربة شمولية لإنصاف هذه المنطقة إنصافا تاما، خاصة أن الملك محمد السادس منذ توليه العرش اتجه إلى الشمال من أجل مصالحة وطنية مع هذه المنطقة لأجل طي صفحة انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في عهد الحسن الثاني، ودشن عددا مهما من المرافق. لكن للأسف الفساد العام جعل هذه المرافق لا ترى النور، واليوم يتحدث المغاربة عن مستشفى تم تدشينه منذ 13 سنة واليوم هو غير موجود، تم تهريبه بالكامل. وهذا طيب. شيء يعني صعب جدا، يعني يترك نوع من في نفوس الناس نوع من عدم الثقة في المؤسسات وفي السياسة الرسمية. اليوم المطلوب أن لا يترك حكماء البلد من أحزاب وقوى مدنية وشخصيات وازنة أن لا يتركوا الوضع متوترا بين السلطة يعني القوات العمومية والسكان. لا بد من تدخل من أجل إرجاع الأمر إلى نصابه. كان هناك مسلسل للمصالحة ينبغي أن يتم وبالشكل المطلوب. طيب أستاذ أحمد عصيد، أشكر شكرا جزيلا على المشاركة معنا. الكاتب والناشط السياسي كنت معي من الرباط. أستاذ صلاح الوديع، أرحب بك مرة أخرى. إذن هذه الدعاوى الآن بعد الحراك وبعد الاطلاع على كل هذه المطالب التي هي مطالب اجتماعية واقتصادية انتشر، وهناك تضامن من المغاربة مع أهل الحسيمة، مما يدل على أنه فعلا ربما ليس فقط في الحسيمة، هذه الأوضاع منتشرة في أكثر من مكان، ولكن الدولة عندها إكراهات وعندها ظروف تتحرك فيها. الحديث الآن عن مما انتهى إليه الأستاذ أحمد عصيد، أنه على الحكماء من أحزاب مؤسسات مجتمع مدني التدخل والجلوس والدعوة إلى حوار. هذه الدعوات الآن التي بدأت ترتفع للحوار، الكثير يعتقد أن هي السبيل الوحيد لفض هذا النزاع. لماذا تتأخر هذه الاستجابة خاصة من قبل الحكومة؟ لماذا تتأخر الاستجابة لمثل هذه الدعوات التي فيها إعادة بناء ثقة بينها وبين المواطنين، وشرح كذلك مباشر للمواطنين وللشباب عن ظروف وإمكانيات التي تتحرك فيها الحكومة؟ يعني لماذا هذا التأخر في الاستجابة؟ هو في الواقع أنا أشاطر الكثير مما جاء به الأستاذ أحمد عصيد. فالآن هناك كان تدبير منذ أسابيع حكومي كان فيه نوع من نتائجه نوع من توتير الأجواء مع المحتجين، وفي الواقع لم نكن في حاجة إلى هكذا توجه وهكذا مواقف. الآن منذ توتر الأوضاع في الأيام الأخيرة هناك مبادرات متعددة. هناك ما أطلقنا عليه مبادرة الفعاليات من أجل حل مشاكل الريف، وتضم شخصيات وطنية وجمعيات من المجتمع المدني، وسوف تتوجه هذه المجموعة من أجل فتح نقاش مع كل الأطراف في هذا الموضوع. نحن نعتبر
بأن الحركة الاحتجاجية والمطلبية هي مشروعة، ونعتبر بأنها يجب أن يتم الإنصات إليها واستحضار السياقات التي خلقتها هيئة الإنصاف والمصالحة، لكنها ضعفت في السنوات الأخيرة. كان على الدولة أن تركز على هذا النفس الذي خلقته هيئة الإنصاف والمصالحة الإيجابي تجاه ساكنة الريف. ثم هناك حرص من طرف هذه المجموعة على أن يتم هذا النقاش في احترام تام للضمانات الدستورية والقانونية فيما يتعلق بالتظاهر السلمي، ولكن في نفس الوقت في حرص على وحدة الوطن وعلى السلم المدني. فمن هذه الزاوية هناك مبادرات وسوف يتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا. ابقى معي أستاذ صالح، سأعود إليك. ينضم إلي كذلك الزميل حفيظ بولحوال الكاتب والصحفي. حفيظ، مرحبا بك. الكل موافق لمطالب هؤلاء الشباب في الحسيمة، ويتضامن معها في الرباط، في فاس، في الدار البيضاء، في أماكن كثيرة، مما يدل على فعلا حقية هذه المطالب. الحكومة قامت بمبادرات، أرسلت وفدا وزاريا رفيع المستوى، أكد هذا الوفد على الاستمرار في ذلك البرنامج الذي انطلق سنة 2015، أكثر من 500 مشروع أكدت أنها ستمضي فيه، وأن المخصصات التي تجاوزت ربما 5 مليار درهم ستبقى مخصصة لتلك الجهة. الآن الحراك مازال متواصل. عن أي شيء يدل؟ بمعنى ليس هناك ثقة أم ماذا؟ لماذا هذا التواصل؟ ولماذا عملية التواصل المباشر؟ لماذا الحكومة إلى حد الآن لا زالت ترفض عملية التواصل المباشر مع الشباب المحتج هناك؟ ألا يشكل هذا عامل من عوامل تهدئة الأوضاع وكذلك محاولة استعادة الثقة؟ لماذا هذا التأخر في التحاور المباشر مع الشباب المحتج بتقديرك؟ السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بك أستاذ سمير. ما يقع في الحسيمة ربما تتحمل فيه المسؤولية الحكومة وحتى النظام المغربي، لأن منطقة الحسيمة يجب قبل الحديث عن المشكل أو الحراك يجب أن نضع ملف الحسيمة في سياقه التاريخي. ربما على مر عقود من الزمن كانت منطقة الحسيمة نقطة سوداء بالنسبة للنظام المغربي. نعم. طيب. ومنذ لكن حفيظ، أنت تعرف أنه هناك المصالحة المغربية التي حصلت مع قدوم محمد السادس إلى الحكم، التي أعادت الاعتبار كثيرا لأهالي الحسيمة، وخففت من هذا، من حالة الاحتقان، وخففت كذلك من حالة التهميش التي كانوا يشعرون بها. وأنا أشرت أن هناك برنامج كبير أطلقه الملك منذ سنة 2015. هناك تعثر يعني كبير، لابد من متابعة أسباب التعثر، لكن هناك اهتمام على الأقل من الملك إلى الحكومة بهذه الجهة يعني. نعم. ولكن تساؤل الذي يطرح نفسه الأستاذ سمير، هل هذه الميزانية الضخمة وهل هذه المشاريع تأخذ طريقها فعلا للتنفيذ؟ ولماذا تأخرت هذه المشاريع؟ ولماذا منطقة الحسيمة تعطى لها هذه الأهمية وهي التي عانت كثيرا على مر العقود؟ لأن حتى الجانب السوسيو-اقتصادي عانت به الحسيمة كثيرا. المواطنون في الحسيمة ليسوا مرتبطين بشكل وثيق ببلدهم، ولهذا فإننا نجد أغلبية الأبناء الحسيمة يهاجرون إلى أوروبا. الارتباط الوثيق لمدينة الحسيمة هي بأبنائها بأوروبا، حتى على المستوى البنيات، حتى على المستوى الاقتصادي. فعلا الملك محمد السادس قام بمجهود جبار من أجل رأب الصدع الذي كان بين هذه المنطقة وبين النظام الملكي في خلال فترة الحسن الثاني. ولكن شخصيا أرى أن هناك أيادي خفية حتى من المحيط الملكي يريدون تقويض هذا التقارب، يريدون كسر هذا التقارب ما بين القصر وما بين منطقة الحسيمة. الحراك في الحسيمة كان حراكا سلميا،
ولكن نعم. هناك أصوات، هناك أيادي خفية تتهم أبناء الحسيمة بالانفصال، بالفكر الانفصالي، ونفس الشيء لأنه كان التاريخ يعيد نفسه. نفس الشيء وقع مع المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي حينما كان يتحدث عن أن المغرب لن يستقل بشكل كلي، وهو كان يقصد التخوم المستعمر من طرف الائتمار الاسباني، ماليزيا المحتله، السبته والجزر الجعفريه. واضح. ولكن تم تاويل تصريحه واتهم بان لديه الفكر الانفصالي ويريد ان ينشئ دوله او دويله او جمهوريه الريف كمان. هو على كل حفيظ هو هذا الاتهام ما زال متواصل أن هؤلاء يريدون الانفصال، مع أننا على الأقل من خلال المتابعة لم نسمع أي شعارات تدعو لذلك، وهم أنفسهم كانوا يؤكدون احنا نطالب بمسائل اجتماعية، ولم يرفع أي أحد ولسنا مؤمنين أصلا بمسألة هذه الانفصال يعني. نعم بالضبط، لأن أبناء الحسيمة لهم فكر راقي جدا، وهم مؤطرون من طرف العقلاء. الحسيمة فيها عقلاء، فيها سياسيين، فيها يعني أناس في مراكز القرار سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي. وربما أعطيكم اسما بارزا في مراكز القرار العالمي، السيد جمال بن عمر وابن الحسيمة الآن لديه دور ريادي في الأمم المتحدة، وهو يتابع عن كثب ما يقع. المشكل استهتار الحكومة بهذا الحراك، عدم قدرة الحكومة على التعامل أو التعاطي بشكل جدي مع هذا الحراك. طيب حفيظ الحكومة ما زالت جديدة، ما تنسى أنها ما زالت جديدة، وأن هذه من آثار الماضي يعني كذا. لا لم أسمع. الحكومة جديدة حتى نحملها كل هذه المسؤولية. الحكومة الحالية أنت رأيت يعني 6 أشهر حكومة تصريف أعمال، ثم جاء العثماني. الحكومة الآن تقول نحن الملف ما زال كوضع على الطاولة، نحتاج شيء من الوقت حتى نفهم ما الذي يحصل ولماذا هذا التقصير ولماذا هذا التأخير يعني. فلا يمكن تحميل حكومة العثماني مسؤولية كل ما يحصل هناك يعني. نعم فعلا لن نحمل الحكومة الحالية المسؤولية كاملة، ولكن نحن نعلم أن أغلبية الوزراء في الحكومة الحالية هم كانوا وزراء في الحكومات السابقة. نعم. يعني هل من المعقول أننا سنعطي وقتا إضافيا لهؤلاء الوزراء من أجل التفكير وفهم الوضع أكثر؟ نعم. هم يفهمون الوضع، يفهمون جيدا الوضع في الحسيمة، ويمكنهم التعاطي بشكل جدي. وأنتم رأيتم ربما التهكم أو التندر الذي أصبح يتعاطى له أبناء الحسيمة في المقاهي حسب ما قام به الوزراء. هم في الشارع يحاورون الناس في الشارع. أليس هنالك جمعيات وفعاليات المجتمع المدني؟ أليس هنالك جمعيات أو منظمات يجب الجلوس معها على طاولة النقاش والحوار من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة؟ نعم، هذا هو ما يدعو إليه الجميع الآن. هذا التشتت، هذا ما يدعو إليه الجميع، مسألة الحوار وتعميق هذا الحوار وإيجاد إطار للحوار مع الشباب مباشرة. أشكرك شكرا جزيلا حفيظ أبو الأحوال الكاتب الصحفي، شكرا لك على المشاركة معنا. أستاذ صلاح الوديع، يعني فعلا هذه الدعوات إلى الحوار لماذا لم تجد طريقها إلى الحل إلى حد الآن؟ هل الحكومة مقتنعة بضرورة إشراك الشباب المحتج في أطر معينة والحديث معهم، أم ما زالت تريد أن يقع تنزيل قرارات فوقية ربما لا تستجيب لهذه المطالب؟ لماذا ليس هناك اشتغال قوي فعلا على هذا الإطار اللي هو اسمه الحوار بين كل الأطراف، الحكومة من جهة والشباب كذلك المحتج من جهة أخرى؟ هناك في الواقع في تتبع هذه الوضعية هناك مستويين: مستوى تدبير المشاريع التي جاءت بها الحكومة في السابق أو المشاريع المرتبطة بالحسيمة منارة المتوسط، وهناك مستوى آخر يمكن من خلاله فهم الغضب الذي نلمسه لدى الساكنة وخاصة لدى الشباب، وهو المترتب عن غضب تاريخي لازلنا نعيش بعد تداعياته، ولا زلنا في حاجة إلى التفاعل معه إيجابيا انطلاقا من الروح التي أسستها هيئة الإنصاف والمصالحة. ولا ننسى بأن قرار اتخاذ إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة كان قرارا ملكيا للملك محمد السادس بشكل يعني شجاع. فإذا من هذه الزاوية أنا في نظري يجب أن يتم
استجابة الحكومة لتنفيذ هذه البرامج بتنسيق وخلق آليات يقظة ومراقبة وتقييم يعني مع جميع الشرائح الممثلة للمنتخبين وللمجتمع المدني ولكل من له دور في هذا. ثم أستاذ صلاح وفي نفس الوقت أن يصار إلى مجموعة من الخطوات التي تعيد الثقة ويفهم منها يفهمون الساكنة طبعا بأنه تم تجاوز المرحلة التاريخية السابقة نهائيا، لا عمليا ولا نفسيا. طيب، لكن أستاذ صلاح ما تنسى أن المغرب على الأقل في المجال الديمقراطي هكذا خطأ خطوات يعني لا بأس بها في مسألة حرية التعبير، حتى الذي يحصل الآن وهذه التظاهرات هنا وهناك في مدن شتى هي تعبير آخر على مساحة الحرية، حرية التعبير وحرية التظاهر. أنت تشوف في أوروبا هنا كذلك، في أوروبا بعض الأحيان الشباب ينزل إلى الشارع ويبقى يومين وثلاثة لا يغادر الشارع، ينام في الشارع في خيم محتجا على قوانين تقوم بها الحكومة. في بعض الأحيان ينجح ويسقط الحكومة يسقط القوانين، في بعض الأحيان يقع التعديل. يعني ما يحصل هناك في المغرب لا يجب أن نخاف منه كثيرا، لأنه هو شكل من أشكال التعبير، والحكومة بمنها سامحة بذلك. صحيح هناك بعض الأحيان تجاوزات والبعض يقول هناك أعمال عنف من قبل الشرطة، لكن الجو العام أن الشباب يعبر ويتحدث ويطالب، وهذا من المكاسب التي يجب المحافظة عليها، ويجب أن يكون في عين الجميع خاصة المسؤولين على رأسهم، أليس كذلك؟ من دون شك نحن الآن كما قلنا في بياننا الأول، هذه المجموعة التي تتحرك الآن قلنا بأن يجب استخلاص أهم دروس يجب استخلاص أهم استنتاجات هذا الدرس الديمقراطي الكبير الذي تخرج فيه هذه الآلاف المؤلفة إلى الشارع بطريقة سلمية إلا فيما نظر والنادر لا حكم له، وتطالب وتتجمع في الشارع العام وتتفرق بكل سلمية وهدوء إلى آخره. هذه أشياء في الواقع فيها إغناء للبناء الديمقراطي المغربي. شريطة أن يتم حقيقة تفعيله هو تجاوز عقليات سابقة تعتبر أن البرامج الحكومية هي برامج مسؤولة عليها الحكومة على تنفيذها وما على المواطنين إلا تقبلها. يجب أن يحضر عندنا بعد إشراك المواطن في كل هذه الأشياء، أولا من أجل يعني ضمان مراقبة ويقظة، وفي نفس الوقت كشروط لاستعادة الثقة، لأن حينما المواطن يرى أن هناك برامج حقيقية تنفذ وأن ليس هناك فساد وأن هناك فعلا أخذ بعين الاعتبار هذه الهموم لديه، فإنه طبعا واضح يستعيد الثقة ولا يعود من ضرورة التظاهر في الشارع. الحكومة إذن في محل امتحان استعادة الثقة. في الواقع نحن جميعا في محل امتحان. صحيح أستاذ. وفي نفس وكذلك الديمقراطيين والمجتمع المدني والمثقفين أكيد. هذا ما أسميناه نحن الدرس الديمقراطي الذي يجب أن نخرج منه بأحسن الاستنتاجات لمستقبل الديمقراطية والتنمية في بلادنا. شكرا جزيلا لك أستاذ صلاح الوديع رئيس حركة ضمير، كنت معي من الرباط. ينضم إلي كذلك من الرباط الكاتب الصحفي إدريس عدار. إدريس مرحبا بك. خليني أنهي معك هذه الحصة بما انتهينا إليه مع الأستاذ صلاح الوديع من حديث على أنه هذا الذي يحصل في المغرب هو شيء إيجابي، يعني ربما يزعج الحكومة قليلا، لكن في المحصلة التجربة المغربية هي التجربة التي ستنجح، على اعتبار أن هناك شبابا ينزل لا يخاف، حريته مضمونة سواء التظاهر أو التنظم أو الحرية أو التعبير، يعود كذلك إلى بيته ولا يخشى أن يأتي أحد يأخذه في أواخر الليل إلا ربما بعض التجاوزات، وهذا موجود، ويتفرغ كذلك بسلمية ويتحرك ويتظاهر بسلمية. هذه الصورة التي يرسمها الشباب المغربي، وهو يطالب بحقوق أساسية
الجميع يقف معه، ليس فقط في الحسيمة وليس فقط في المغرب، بل ربما حتى في دول كثيرة مغاربية لها تعاني من نفس المشكل. هذه الصورة أليست في النهاية، وإن كانت مطلبية أو تكون هناك صراع بين الشباب وبين الحكومة ورجال الأمن، لكن في النهاية الذي ينظر من بعيد لهذه البانوراما ألا يعتبر ذلك إيجابيا في بلد مثل المغرب بدأ يخطو خطواته الأولى نحو ديمقراطية حقيقية؟ طبعا لقد ركب المغرب مجموعة من الخطوات تجاه إقرار ديمقراطية حقيقية، وجاء دستور 2011 ليجعل من الخيار الديمقراطي ثابتا من ثوابت المغرب، بالإضافة إلى الوحدة الوطنية والمؤسسة الملكية والدين الإسلامي. هناك ثابت الخيار الديمقراطي، أي لا تراجع عن الخيار الديمقراطي. إلى الشارع والتعبير عن مطالب حقيقية يحتاجها الساكنة في مواقع معينة باختلافات وبنسب متفاوتة وإن تشابهت في عموم المدن المغربية. فهذا يعبر على أن المغرب خطى خطوات نحو الديمقراطية. لا نقول أننا وصلنا إلى سدرة المنتهى، ولكن مقارنة مع وضعنا ومع تجربتنا فالمغرب يعتبر متقدما في هذا المجال، كون أن العديد الآلاف من الأشكال الاحتجاجية تنظم سنويا سواء أمام مؤسسة التشريعية البرلمان أو في المدن أو أمام الولايات نعم. طيب، لكن الآن هناك شيء اسمه عدم ثقة بين الشباب المحتج وبين الحكومة، كيف يمكن استعادة هذه الثقة بين الطرفين؟ في سبب فقدان هذه الثقة يمكن الحديث عن غياب أدوات الدفاع الشعبي التي كانت ممثلة أساسا في الأحزاب السياسية التي ركزت شغلها واهتمامها على العملية الانتخابية ونسيت التأطير الجماهيري اليومي، أي تكوين الشباب. فهذه الأحزاب تحصل على دعم عمومي سنوي بلسته تحملات يهدف إلى تأطير الشباب وتكوينهم، لكن تبين أن هذه الأحزاب ركزت كل عملها وكل جهدها في العملية الانتخابية. وهنا لا أستثني حزبا عن الآخر، كل الأحزاب استثمرت في الانتخابات ونسيت الشارع، نسيت المواطن. فلم يعد هناك وسيط بين الجماهير المحتجة أو المطالبة نعم. وبين الحكومة. يعني أصبحت الحكومة في صدام مع الشارع مباشرة في غياب تأطير سياسي، في غياب رؤية سياسية. وعندما يكون الشارع ويغيب عنه التأطير السياسي وتغيب عنه الرؤية السياسية، نسقط في التصحيح سواء فيما يتعلق بسقف المطالب أو حتى في طريقة الدفاع عنها والتصحيح في آلية التفاوض. سمعنا أخيرا أن في الحراك بالحسيمة أن بعض الشباب يقولون لا حوار مع الحكومة حتى تحقيق المطالب. نعم. يا عمي، لا يمكن تحقيق المطالب إلا عن طريق الحوار مع الحكومة. الحوار طبعا، الحوار مع الحكومة طبعا. يعني طبعا. غياب هذا الوسيط اللي هو الأحزاب السياسية عن الشارع جعل الأمور تندفع نحو أشكال من التصحيح لم تكن ضرورية. واستعادة الثقة لن تكون إلا عن طريق حلول هذا الوسيط الذي هو جزء من الحكومة. طبعا الأحزاب هي المشكل